السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. وحشتوني كتير من آخر فيديو نزلنا مع بعض. صباح الجمال، صباح السعادة، صباح كل حاجة حلوة ولكم طيبة. طبعا هشارك معاكم دلوقتي وصفة الجلاش بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وتنفع في العزومات، في حاجات كتير قوي. يعني ايه، افكار حلوة، العزومة، لمناسبة حلوة، لحاجة حلوة سريعة، حد جايلك كده يعني. المهم هجيب كل ورقتين جلاش او ورقة على حسب، حابة تكون مقرمشة قوي اعملي كل ورقة، حابة ان هي تكون طرية شوية من جوه ومقرمشة بس من بره اعملي ورقتين. المهم انا عملت ورقتين، دهنتهم كده من ناحية واحدة كلها بالسمنة، طبقتها نصين، بعد كده رجعت دهنتها تاني بالسمنة. بعد كده حطيت عليها شويه مكسرات، اي مكسرات عندك اللي تفضلي، دي مكسرات كده مشكله، انا عاملاها يعني مجروشه وبستخدمها. تمام. بعد كده ابتدي ان انا اتنيها واحط سمنه تاني واتنيها لحد الطول دوت. وبعد كده ابتدي بقى ان انا الفها رول كده واحطها في الصينيه، وهكذا اكمل بقيه لفه الجلاش بالطريقه دي. هعمل معاكم واحده كمان، بصوا. هدان جبت بقى قطعت فكيت الورقه كده ورقتين مع بعض، تمام، واحطهم وادهنها كلها بالسمنه. يعني بصوا هعملها كلها بالسمنه بالشكل دوت، واتنيها بالنص، يعني طول الورقه هتنيها بالنص بالشكل دوت. وارجع برضو احط بقى على الورقه دي برضو سمنه تاني، بعد ما قسمتها بالنص احط عليها سمنه تاني بالشكل دوت. طبعا غليفيها كويس جدا بالسمنه لان دول ورقتين مع بعض، تمام. غير كده الجلاش بيحب السمنه يا جماعه، الجلاش بيحب اللي هو يكون فيه سمنه كده عشان يستوي ويبقى طعمه حلو ويديك التوريقه الحلوه اللي انت تحبيها. تمام. برضو هدهن سمنه تاني وابدا ان انا اتنيها تاني، وارجع بقى اتنيها خالص كده اللي هو الحرف الاخير، والف رول بقى زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت. بصوا بالشكل دوت. وخلي بقى الحرف الاخير بتاع اللفه دي اخر حرف، اخليه من ناحيه الصينيه الحرف كده عشان يبقى مضغوط، ايوه كده. واكمل انا بقى. المهم كملت بقيه الصينيه، دخلتها الفرن على درجه حراره 200، خدت معايا اللون الحلو الجميل دوت. كنت مجهزه الشربات بتاعه، كوبايه ميه على كوبايه سكر، فضلوا يغلوا على النار لحد ما السكر اختفى تماما وتقل معايا. وبعد كده طفيت النار واستخدمته اول ما خرج الجلاش، سقيت بيه بالشكل دوت. وزي من فوق على الوش كده مكسرات، او هتسيبيها ساده، او تحطي ورد محمدي، او ممكن تحطي شوكولاته، او ممكن تحطي ايس كريم، ممكن تحطي كريم شانتيه. كل الحاجات دي كلها مش هتقولك لا لو انت جيتي عملتيها. تمام بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. اللهم بارك، بجد كان طعمه تحفه، هو مقعدش يعني، بألف هنا وشفا على اللي اكل. بجد كان جميل جدا زي ما انتوا شايفين كده. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم وتنال اعجابكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد، واتقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.